والدتك كانت أكتر واحدة الله يرحمها بتشجعك وواقفة جنبك وفخورة بنجاحاتك، فإيه المشهد أو اللحظة اللي أنت كنت تتمنى إن هي تبقى موجودة معاك فيه؟ لأ، لحظات كتيرة جدًا طبعًا، هي للأسف إحنا فقدناها من 7 سنين، بس في لحظات كتيرة جدًا كنت نِفْسي تبقى معايا فيها، وكنت عارف إن هي كانت هتبقى فخورة، لإن هي كانت يعني بتتمنى لي ده. فكان نِفْسي تبقى موجودة معايا في يعني طبعًا في الstate لمّا رُحت، لمّا اتعرض ورُحت العرض بتاعه في إنجلترا، سواح برضه لمّا خُضت التجربة، يعني أنا متخيّل أكيد كانت هتبقى مبسوطة وفخورة بيّا. فيلم زي ولاد رزق الأولاني أو التاني وإن هم حققوا نجاح، وفيلم ليل خارجي وجوده في تورونتو ومشاركتي بيه ووجوده في مهرجان القاهرة، فطبعًا كان نِفْسي تبقى موجودة في العرض. ده كان بالنسبة لي من أحلى اللحظات، اللي هو في 1000 شخص في القاعة فوق، تحت، فوق بعض، في الفيلم المصري الوحيد في مهرجان القاهرة 2018، مع الظروف والنور قطع أصلًا على الred carpet لإن الدنيا كانت بتمطر، بس الناس كانت موجودة كتيرة جدًا. فيلم خد reaction مش طبيعي، يعني أنا عيطت في الآخر، يعني كنت متأثّر جدًا.